الطبيعي ان احنا الوسط اللي في بقنا هو وسط قلوي، يعني البي اتش بتاعتنا فوق ال7 والدنيا تمام. اللي بيحصل بقى انك لما تاكل اي حاجه حلوه البي اتش عندك بيقل جدا ويوصل لحد 3 و4، وبالتالي بيبقى وسط حمضي. الوسط الحمضي ده هو اكتر وسط مناسب للبكتيريا ان هي تفرز الاسيدز بتاعتها، والاسيدز دي تكون ذات فعاليه كبيره جدا وتقدر ان هي تكسر المينرالز والمعادن اللي موجوده في طبقه المين عندك، وبالتالي يحصل التسوس. من فضل ربنا علينا ان اللعاب بتاعنا لما بيتغير ويبقى حمضي بيتغير لمده معينه وهي ساعه. خلال الساعه ديت البكتيريا بتمارس هوايتها المفضله وتفضل تفرز براحتها الاسيدز وتعيش حياتها. بعد ما الساعه دي تعدي بترجع تاني الغدد اللعابيه عندك تفرز لعاب البي اتش فيه فوق ال7 يعني قلوي، وقتها بيبقى تاثير الاحماض اللي البكتيريا ديت بتفرزها قليل جدا. فتخيل بقى انك قاعد طول النهار تاكل حاجه حلوه، بسكويت، في شوكليت، في عصير، في كذا في كذا، فالوسط الحمضي اصلا في بقك مش بيتغير، انت طول النهار وسط حمضي، كل ما يجي يتعدل تلحقه انت بحاجه